هناك يا أخي الكريم نوع من النظرة الدونية لغير السعوديين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، ونلاحظ أن إعلاميين كبار وأن بعض المسؤولين في تصريحاتهم يتحدثون بطريقة عنصرية. للأسف كلمة الأجنبي هذه الكلمة لا ينبغي أن تطلق على إخواننا العرب ولا على إخواننا المسلمين. الأجنبي هذه كلمة ارتبط في ذهننا أنها تعني الأمريكي، تعني الغربي، تعني أي جنسية أخرى. لكن لا يصلح ولا ينبغي أن تكون بيننا هذه الخطابات في صحفنا، في مقالاتنا، في التقارير الصحفية، في بعض التقارير الإعلامية، وعلى مدى سنوات. وكلمة الأجنبي ثم بعد ذلك قضية الأجانب أكلوا أموالنا، والأجانب أخذوا رزقنا، والأجانب احتلوا بلدنا. هذا كلام غير صحيح ويخالف الحقيقة مفاهيم الإسلام التي تربينا عليها والتي عرفناها. وينبغي دائما أن الإنسان يحذر من مثل هذه الطريقة في التعامل مع الآخرين. قضية المواليد التي تحدث عنها الأستاذ محمد، يا أخي هؤلاء المواليد في أي دولة في أي مكان بالمنطق بالعقل بالفطرة بالشرع لا ينبغي أن يعاملوا مثل غير السعوديين الذين وفدوا قبل سنة وسنتين وخمس سنوات. هؤلاء سحنتهم سعودية، أثرت فيهم أجواءنا الصحراوية وأجواء البحر وحياتنا، سلوكهم، تعاملاتهم، لهجتهم، ملابسهم، أفكارهم، كل شيء فيهم ينطق أنهم سعوديون خلص. لم يبق بينهم وبين أن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها السعوديون إلا أن يمنحوا جنسية صعبة. قد يكون هذا لا يمكن حاليا، ليمنحوا يا أخي إقامات دائمة أو إقامات لمدة 5 سنوات بلا كفيل يتسلط عليهم، بلا كفيل ينتقلون من فترة لأخرى. أنا أسألك سؤال يا أخي الكريم، لما يعيش في المملكة رجل منذ 60 عاما منذ 70 عاما، وبعضهم قبل حتى الحكم السعودي وإلى الآن وهو يجدد إقامته كل سنة، والنظام الجديد للإقامات سنويا تجدد، ثم هو يجدد إقامته كل سنة، وكفيله السابق توفي إلى رحمة الله، ينتقل إلى ولده، قد لا يكون الولد جيدا، ينتقل إلى كفيل آخر، و2000 و4000 و6000. يعني المنطق، هل هذا قانون؟ لا ينبغي إطلاقا أن نتعامل بهذه الطريقة. أبناء السعوديات يا أخي لماذا حتى الآن لم يحصلوا على جنسيات؟ سعوديات وتزوجنا من غير سعوديين وبموافقة الدولة وبرضاها وأعطتهم على ذلك التأكيدات. هؤلاء وصلوا إلى 20 سنة يبحثون عن كفلاء، لا يستطيع أن يدخل الجامعة. هناك بعض التحسينات لكنها على أرض الواقع ليست عملية ولا فعالة. فأنا أقول يا أخي الكريم لا ينبغي أن نساوي بين هؤلاء. في مشكلة لدينا في وضع القوانين. لما كان في فترة من السابق كان غير السعودي لا يستطيع أن ينتقل من مدينة إلى مدينة إلا بموافقة كفيله، ولا يستطيع أن يستخرج تليفون إلا بورقة من كفيله، ولا يستطيع أن يستأجر منزلا يسكن فيه إلا بموافقة كفيله. يعني سبحان الله، هذا تسلط. العقلية التي أحدثت هذه القوانين ثم هذه العقلية التي غيرتها نطالبها بأن تنظر وأن تقف وقفة مهمة جدا للتعامل مع عشرات الألوف من الشباب الذين ولدوا وعاشوا وتربوا ويحملون وفاء وإخلاصا للبلد ولا يعرفون بلادهم ولا أوطانهم. يستطيع أن يحدثك عن جدة وعن تفاصيلها وعن شوارعها لو أنزلته، خاصة اليمني أو الفلسطيني، لو أنزلته في شارع من شوارع صنعاء لعجز أن يمشي 50 مترا، لا يعرف إلا هذه البلد ويريد أن يبقى فيها. وبعضهم ذهب مضطرا للدراسة لأن فترة الجامعة لم يجد له مكانا هنا، فذهب إلى هناك. لما تقرأ رسائلهم في الفيسبوك وفي تويتر يتحدث عن جدة، حديث العاشق المتيم الولهان، عن بحرها ووطنه ويعتبر وطن السعودية. هؤلاء يمكن في لحظة أن ينزل عسكري الجوازات مع كل التقدير والاحترام أو موظف وزارة العمل ليقص له إقامته، وأمه تنتظر في البيت ثم تفاجأ به يكلمها من الترحيل. هذا كلام غير منطقي وغير صحيح، وينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة لله عز وجل ومن باب تحقيق العدل. هؤلاء إخواننا يا أخي، العرب والمسلمون إخوتنا. المفاهيم الدينية هي التي يجب أن يغلبها عاصرة الأخوة في الله عز وجل. الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما السعوديون إخوة، ولا إنما اليمنيون إخوة، ولا إنما المصريون إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة. فبيننا أخوة وبيننا محبة، واليمنيين بالذات جيراننا يا أخي
ونحن حديقتهم الشمالية وهم حديقتنا الخلفية، وسند وعون وعتاد، وهم أصل العرب. نحن كلنا يعني جئنا من هناك، ويعني عاشوا معنا فترة من الزمن. وأنت تعرف كنا في حواري الطائف، يعني كنا مع بعض جيرانا وأحباب. أبناؤنا تزوجوا بناتهم وأخواتهم، وهم تزوجوا من بناتنا. ومن فجأة يعني بين لحظة وأخرى أو في غمضة عين نشعر أن هناك كثير من اليمنيين ذهب إلى اليمن. ويعني لماذا نوغر صدور الآخرين؟ أنا أقول كأننا أساتذة في استعداء الآخرين علينا. نحن بلد بحاجة إلى إخواننا، وبحاجة إلى أن نكون على قلب رجل واحد، بحاجة إلى اليمن، وبحاجة إلى مصر، وبحاجة إلى الفلسطيني، وبحاجة إلى كل الأجناس هذه المسلمة العربية. ويجب أن نحملهم في قلوبنا وفي عيوننا، وأن نعزز هذه الثقافة في أبنائنا في المدارس وفي كل مكان. طيب.